السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده ان شاء الله هتكلم عن البرايمرز. هبتدي الاول اقول لكم فكره عامه عن ايه البرايمر ده اصلا وبيعمل ايه. اول حاجه هبتدي اتكلم عن ايه وظايف البرايمر، هو بيعمل ايه وهل هو مهم اصلا تستخدميه قبل الفاونديشن او لا. اول حاجه البرايمر نوعين، يا اما يكون ماتيفاينج يعني بيخلي البشره مات عشان لو بشرتك دهنية او كده فيقلل افرازات الدهون وكده، يا اما هيكون مناسب للبشرة الجافة فبيبقى فيه نسبة ترطيب وبيخلي البشرة ناعمة وبيجهزها عشان يبقى الفاونديشن شكله حلو عليها. وكمان هو بيقفل المسام الواسعة فبيخلي شكل البشرة حلو وسموث كده عشان الفاونديشن لما يتحط يبقى شكله برضو حلو وما يدخلش في المسام. وكمان بيخلي الفاونديشن هو يقعد لفترة اطول على البشرة، بيزود مدة الفاونديشن على البشرة ويخليه يقعد لفترة اطول من غير ما يسيح او يبوظ او كده. تمام. هل البرايمر المفروض نستخدمه كل يوم او كده؟ انا بالنسبه لي مش بستخدمه كل يوم، بحب استخدمه اكتر لو انا عارفه اني هخرج طول اليوم مثلا وعايزه شكل الفاونديشن بتاعي يبقى شكله حلو، او لو عندي مناسبه او كده وعايزه برضو الفاونديشن يبقى شكله ناعم وحلو وكده ويبقى شكله حلو في الصور. اول برايمر هتكلم عنه هو البرايمر بتاع اماندا ميلانو، اسمه برايتنينج برايمر. البرايمر ده اكتر حاجه بتسأل عليها على الفيديوهات كلها اللي انا عاملاها، كل الناس حابه تعرف هو حلو او لا او كده، فهبتدي بيه بما ان عليه طلب كتير. البرايمر مكتوب عليه ان هو ماتيفاينج ولايتنينج ولونج لاستنج وبيس كوت وفي SPF 15. مكتوب عليه من ورا ان هو بيقلل المسام وبيخفي شكل التجاعيد والخطوط اللي على الوش، وكمان بيخلي شكل البشرة ناعم وكده عشان يبقى سهل ان انت تحطي عليه الفاونديشن، وكمان بيخلي الفاونديشن يقعد لفترة اطول. انا رايي فيه ما ارتحتش فيه قوي، ما حبيتوش، كان ناشف كده وانا بفرده على بشرتي. وكمان ما حسيتش ان هو بيخلي منطقه يعني ما حسيتش ان هو فعلا بيقلل افراز الدهون او ان هو بيخلي البشره مات لفتره طويله، يعني اخره 4 ساعات مثلا وبعد كده تبتدي عادي البشره كانك مش حاطه حاجه والفاونديشن بيبتدي يروح. طبعا ما حسيتش ان هو بيخلي الفاونديشن لونج لاستنج، فانا بصراحه ما حبيتهوش. بس في ناس كتير جدا شفتهم شكروا فيه وبشرتهم دهنيه، انا بالنسبه لي كمان عشان بشرتي مايله للجف اكتر فما حبيتوش خالص. وفي حاجه كمان هو لونه ابيض زي ما انتم شايفين في الازازه وبيطلع برضو ابيض يعني مش بيطلع شفاف. تمام. بالنسبه للمسام انا حسيته بيقفل المسام يعني شويه، بس برضو ما حسيتوش قوي قوي، يعني لو انت المسام بتاعتك واسعه مش هيقفلها قوي، هيقفلها شويه. وزي ما قلت هو اصلا ما بيقعدش كتير على البشره، حسيته هو اخره 4 ساعات مثلا 3-4 ساعات. تاني برايمر هتكلم عنه هو بتاع ريمل، اسمه لاستنج فينيش برايمر. البرايمر ده مناسب اكتر لو بشرتك جافه، لان هو بيرطب البشره حلو جدا وبيخلي البشره ناعمه، وفعلا بيخلي الفاونديشن يبقى سهل ان هو يتعمل له بلندنج على بشرتك. ممكن ما يبقاش مناسب للبشره الدهنيه عشان فيه نسبة ترطيب، بس هو مكتوب ان هو مناسب لكل انواع البشرة. كمان حاجة فيه حلوة قوي ان هو فعلا بيخلي الفاونديشن يقعد لفترة طويلة جدا، هو مكتوب ان هو بيخلي الفاونديشن يقعد اكتر لمدة 8 ساعات اكتر من المدة بتاعته اصلا. وده فعلا حقيقي، حسيته فعلا بيخلي الفاونديشن يقعد لفترة اطول. بالنسبه للفاونديشن ده والمسام حسيت ان هو مش قوي قوي في قفل المسام، هو بيقفلها بس مش بقوه، فلو انت المسام اللي عندك مش كتير قوي هيعجبك، لكن لو المسام عندك واسعه قوي ممكن ما يعجبكيش. بس فده انا بفضله اكتر من بتاع اماندا، احلى وبيخلي البشره احسن. فده مناسب لانه كمان مناسب لبشرتي اكتر من التاني. اخر حاجه هتكلم عنها هو ده المفروض ان هو فاونديشن.
اسمه الماي سمارت شيد او سمارت بالانس. في SPF 15 ودرجته لايت. الفاونديشن ده اللي هو من النوع اللي بيبقى لونه ابيض من جوه، ولما تعملي له بلندنج بيبقى لون بشرته. انا لما استخدمته ما حسيتش ان هو بيبقى لون بشرتي ولا حاجه، حسيت ان هو يعني خطيته خفيفه جدا قوي، يعني كانه بيبي كريم او كده، مش قوي، مش فاونديشن يعني. اللي عجبني فيه ان هو بيرطب البشره جدا 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 جدا، بيخلي البشره جلوي كده وحلوه. فجربت استخدمه قبل الفاونديشن، عجبني جدا جدا، خلى الفاونديشن بتاعي شكله ناعم جدا، وخلى الفاونديشن يقعد فتره اطول، وخلى بشرتي هيلثي كده وديوي حلو جدا. فعجبني ان انا استخدمه كبرايمر اكتر من ان استخدمه كفاونديشن او كبيبي كريم كده لوحده. بحب استخدمه لوحده في الايام اللي انا حاسه ان انا مش عايزه احط فاونديشن، عايزه حاجه لايت كده وخفيفه. قلت اقول لكم على المعلومه دي، ان ممكن تستخدمي البيبي كريم بتاعك كبيز للفاونديشن بتاعك او كده. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.